السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيري. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وجميلة خالص، وهي الجلاش الطري باللحمة. زي ما انتم شايفين الجلاش اهو، ما شاء الله تبارك الله. شايفين شكله جميل ازاي؟ انا كمان بعد ما سويته وقطعته عشان اوريكم شكله عامل ازاي اهو، زي ما انتم شايفين اهو. وادي كمان السوا بتاعه كمان من ورا، حابة برضو اوريه لكم اهو. شايفين عامل ازاي اهو؟ جميل جدا وتسويته جميله قوي قوي، ومورق زي ما انتم شايفين، وطري جدا، ودي اهم حاجه ان هو جميل. وشايفين تسويته حلوه. ان شاء الله بقى تجربوا الطريقه بتاعتي ديت، هتعجبكم جدا. هي في معلقه سحريه كده بتتحط في الخليط اللي بنحطه له قبل السوا، بتخليه مورق وبتخليه طري ويطلع لنا بالشكل الجميل ده اللي انتم شايفينه. اتفرجوا على الفيديو معايا للاخر وشوفوا الطريقه بتاعتي، ان شاء الله تعجبكم كلكم تعملوها ان شاء الله. ومستنيه بقى رايكم ان شاء الله في التعليقات. يلا بقى معايا مع بعض نشوف طريقتنا، ونشوف هنعمل صينيه الجلاش باللحمه ازاي. يلا بينا. اول حاجه حبايبي هعملها، اول حاجه هعصج اللحمه المفرومه بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا حطيت اللحمه على النار في الحله، وحطيت لها بصلايه كبيره مبشوره اهو زي ما انتم شايفين، وهسيبها تتعصج بقى على نار وسط، لا عاليه ولا واطيه اهي. نسيبها كده شويه عشان احط لها التوابل بس تتعمل معايا شويه. احط لها بقى التوابل والبهارات بتاعتها. احط لها اول حاجه الملح، بعد كده هحط لها الفلفل الاسمر معلقه كده، واحط لها شويه سبع بهارات تديها طعم وريحه حلوه قوي قوي. ونقلبها بقى كويس. هي قربت اهيت اهي. انا مش هضيف لها اي حاجه، مش هضيف لها طماطم يا بنات ولا حاجه، عشان اللحمه بتاعه الجلاش المفروض ما بيبقاش فيها طماطم ولا حاجه، لان الطماطم هتخلي اللحمه تبقى صيصه كده، لان بتنزل ميه احنا عارفين. ممكن لو انت بتحبي تحطي، ممكن بقى تعملي يعني معلقه صلصه مثلا، تحطي معلقه صلصه جاهزه. لكن الطماطم بتعمل صوص كده ميه، فمش عايزينها، عايزين عشان تبقى ناشفه ما تخليش الجلاش يبوش مني. خلاص جاهز بقى بقيت مقادير يا حبايبي. زي ما انتم شايفين معايا اهي لفه الجلاش بتاعتي. معايا سمنه اهي مسيحاها، ومعايا اهي بيضايه حط عليها فلفل اسمر وحط عليها ملح، ومعايا كوبايه لبن حليب اهي زي ما انتم شايفين. وهيبقى بقى معايا معلقه سحريه هحطها تخلي لي الجلاش طالع كده مورق ونافش كده جميل جدا. هاخد معلقه بيكنج باودر خلاص. هحطها طبعا على البيضه او احطها في اللبن لما احطهم على بعض. خلاص اول حاجه بقى هنبتدي معانا نسمي كده الله. ومعايا كمان دبس رمان زي ما انتم شايفين، هحطه على اللحمه المفرومه كده. قبل ما احطها اقلب كده معلقه فيها. اول حاجه هجيب الصاج بقى بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ادهنه اول حاجه اهو، عشان اعمل بقى افرش فيه الجلاش بتاعي اهو. ادهنه كويس كده اهو يا حبايبي. كده انا دهنت الصاج بتاعي اهو. ابتدي بقى افتح ورقه الجلاش بقى بتاعتي. على فكره مخرجوها من التلاجة فكت، عشان انا بجيب الحاجات دي بحفظها في التلاجة عشان تبقى عندي اي وقت انا عايزاه. لو انت جايباها صبحه برضه مفيش مشكله اهي. نبتدي بقى نجيب كده ورقه ورقه او ورقتين ورقتين اهو. انا جايبه كده ورقتين، ابتدي افردهم كده في الصاج زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده اهو. وانا الورق كبير طبعا على الصاج، مش مشكله، هجيب الزياده اروح تانية كده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده.
وابتدي بقى ادهن سمنه. اهو ادهن سمنه كده من كل حته كده، خليها مدهونه عشان يطلع معايا طري وحلو. اهو كده انا دهنت. هجيب بقى ورقتين تاني. اهو بالشكل ده كده، وابتدي بقى افردهم من هنا عكس ما انا عملت، عشان الزياده افردهم من الناحيه التانيه. اهو شايفين كده اهو عملتهم كده مظبوط. الزياده بقى اجيبها من هنا اتنيها من هنا عكس الناحيه التانيه. اهو بالشكل ده كده اهو. وابتدي برضو ادهن السمنه بتاعتي اهو، احط كده وادهن عشان يبقى الدنيا سهله عليا. اهتم بالحروف كويس عشان ما تبقاش مقرمشه منك. اهو زي ما انتوا شايفين. احط كمان اتنين تاني. يعني حاولي بقى ان انت تظبطي تقسمي بقى الجلاش اللي عندك على نصين، تاخدي نص الكميه وتسيبي نص الكميه للناحيه التانيه. زي ما انتوا شايفين اهو. اجيب كده اهو، والزياده بقى اللي عندي انا احطها بقى في النص عشان الصينيه كلها تبقى سوا بعض. اهو احطها من هنا كده عشان برضو نحط ناحيه برضو تاني الناحيه دي عشان الصينيه ما تبقاش ناحيه عاليه وناحيه واطيه. اهو بالشكل ده كده اهو. وابتدي برضو ادهن السمنه. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده بقى هبتدي اجهز اللحمه المفرومه بتاعتي. هجيب بقى اللحمه المفرومه يا حبايبي. اللحمه المفرومه بتاعتي اتعصجت اهي زي ما انتوا شايفين اهي. هبتدي بقى احط لها معلقه دبس رمان، وممكن تحطي برضو صوص صويا، بس دبس الرمان عايزه اقول لكم جميل جدا على اللحمه المفرومه بالذات والشاورمات، بيديها طعم حلو قوي ولون جميل اهو. يا دوبك بس بصي معلقه صغيره بتاعت شاي يعني تقريبا اهو. نقلبها بقى كويس اهي. تدي طعم ونكهه جميله جدا في اللحمه اهي. نجيب بقى الصاج بتاعنا ونحط بقى المفروم بتاعنا متحاوليش تخرجي له الحروف قوي اهو كده. وبعد كده بقى هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي بقى نكمل رص الطبقة التانية من الجلاش بتاعنا اهو. هنبتدي بقى نجيب الجلاش بتاعنا
ونجيب رقين تاني اهو، نفرشهم برضو كده في الصاج بالشكل ده كده، ونبتدي برضو ناخد الزيادة. اظبط الصاج الاول بتاعي كده، ممكن الحروف تتنيها على جوه كده بالشكل ده، وبعد كده نتني الحرف ده لجوه زي ما انتوا شايفين كده. بالشكل ده. وبرضو نبتدي ندهن السمنة بتاعتنا، عشان كل ما نحط ورق لازم ندهنه عشان يطلع الجلاش بتاعنا طري وجميل جدا. وبالذات زي ما قلت لكم الحروف بالذات لازم نهتم بيها جدا عشان ما تطلعش مقرمشة مننا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. دهنت كل الجلاش بتاعي، واجيب ورقتين تاني واعمل الناحية التانية اهو كده. بالراحة عشان الجلاش بتاعك ما يتنعكش منك اهو كده. ونيجي من الطرف ده ونتني الزيادة بتاعتنا على جوه كده، ونسويها بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. وبرضو ندهنها سمنة. هكمل بقى الكام هم خلاص فاضل دورين هخلصهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ويا حبايبي بعد ما خلصتها زي ما انتوا شايفين دهنتها سمنة اهوت الوش كله اهو. هنبتدي بقى نقطعها سوا مع بعض. طبعا تقطعيها بقى بالحجم اللي انت عاوزاه او بالطريقة اللي انت عاوزاها. في بيحبوا يقطعوها مثلثات لو انت عاملاها في صينية مدورة، طبعا دي حاجة بترجع لك. بالراحة كده هتتقطع معاكي بسهولة لان هي طرية خالص. الورق طبعا طري لما دهناه السمنة اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنا عليها تاني عشان لما تستوي اطلعها بكل سهولة. ابتدي بقى اقطعها بالطول شايفين طريه خالص معايا ازاي. ولسه بقى كمان لما احط لها اللبن بقى والبيض وتستوي هتلاقوها جميله جدا معاكم اهو. السكينه بارده شويه معايا، يا ريت لما تيجي تعملها بسكينه حاميه، بس انا السكاكين بردت خالص معايا. بس خلاص كده انا قطعتها بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده اهو. نبتدي بقى نعمل ايه بقى في المرحله دي. هبتدي بقى اجيب البيض اهي، بيضايه حاطه عليها فلفل اسمر وحاطه عليها ملح زي ما انتوا شايفين. هضربها بقى كويس قوي معايا كده اهي، واحط عليها كوبايه اللبن اللي انا مجهزاها زي ما انتوا شايفين اهو. وهحط بقى عليها معلقه البيكنج باودر اللي قلت لكم عليها، هنحطها في الاخر. ودي المعلقه السحريه اللي بتخلي الجلاش عندنا اهي بيطلع مورق ومنفوش وجميل جدا اهي. زي ما انتوا شايفين حطيت معلقه واحده اهي. ابتدي برضو اضربها كويس مع اللبن اهي بالشكل ده. وابتدي بقى ارشها على الجلاش اهي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي.
ابتدي ارميها على الجلاش كله من كل ناحية اهو. اسقي كده كله زي بعض اهو. والفرشة ابتدي برضو ايه زي ما انتوا شايفين كده اودي في كل اتجاه كده، عشان برضو لو في مكان ما وصلوش الخليط دوت يبقى انا وصلته بايه بالفرشة بتاعتي ودهنت بيها الصاج كله زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده. وطبعا انا مولعه الفرن بقالي 5 دقايق مسخناه، وهبتدي بقى احطها على الشبكه في النص على درجه 180، ونشوف بقى بعد ما نخرجها نشوف شكلها هتبقى عامله ازاي. واهو يا حبايبي صاج الجلاش بعد ما خرجته من الفرن زي ما انتوا شايفين التسويه بتاعته، شايفين شكله جميل ازاي ما شاء الله، الله اكبر تبارك الله، شكله جميل جدا اهو. بتمنى كلكم كده تعملوه بنفس الطريقه دي، شايفين عامل ازاي، شايفين جميل جدا. طبعا مش هقدر بقى اوريهولكم، بس هسيبه يبرد كده شويه يهدى واقطعه بقى معاكم واوريهولكم يا حبايبي. بقى بعد ما برد هطلعه بقى كده اوريهولكم هو طري ازاي. بسم الله اهو، شايفين يا حبايبي اهو، شايفين بصوا التوريقه بتاعتها اهي، شايفين اهي، شايفين طريه خالص ازاي جميله جدا. وادي بصوا الصاجه اهيت، واوريكم كمان التسويه بتاعتها من ورا. بسم الله شايفين اهي، شايفين طريه خالص وجميله ازاي اهي صينيه الجلاش. يا رب بقى ان شاء الله كده تعجبكم وكلكم تعملوها، ومستنيه بقى رايكم في التعليقات وتقولوا لي مين عملها ورايه ايه. وان شاء الله بقى انا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني بقى في وصفه جديده مع وصفات مطبخ فاري.